السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض وصفة جديدة من وصفات يوميات ليلي وسوس. هنعمل مع بعض النهاردة القلقاس. ده القلقاس اللي كنا مفرزينه مع بعض هنعمله النهاردة مع بعض. معايا كزبرة وسلق. طبعا تجيبي الخضرة طازة كده وما تكونش صفرا. في السلق ممكن تستخدمي كزبرة بس، تمام. وطبعا معايا فراخ او لحمه حسب رغبتك، بس انا دايما بحب اعمل القلقاس بفراخ، تمام. ومعايا بقى اول حاجه هسلق الفراخ. معايا ميه بتغلي على النار، وهنزل فيها الفراخ بتاعتي، وراك او فراخ براحتك خالص، صدور براحتك، اي حاجه، تمام. هنزل كده الفراخ زي ما احنا شايفين في الشرب. هنزل عليها ورق غار وحبهان ومستكه لو موجود عندك، وهنزل طماطم وبصل، ولو موجود جزر حطيه. طبعا هنسيب الفراخ تتسلق بعد ما نحط ملح وفلفل. طبعا هضيف شوية ملح. طبعا الفراخ غير اللحمة، ممكن تحطي الملح مع الفراخ عادي وهي لسه ما استوتش، والفلفل الاسود، وخلاص. ده اللي هنحطه في سلق الفراخ عشان ناخد منه شوربة ونعمل القلقاس. وعلى ما الفراخ بتاعتي تتسلق هضرب الخضره دي في الكبه او في الخلاط، وهصفيها في المصفى. طبعا زي ما قلت لكم الخضار يكون طازه كده وصابح، ما يكونش مصفر. اهو هنزله بقى في الكبه كده عشان اضربه، ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعد ما ضربت الخضره كده بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، هجيب واجيب المصفى وابدا انزل الخضره اللي انا ضربتها كده زي ما احنا شايفين اهو بالمنظر ده كده. وهنزل بقى الحبه اللي فاضلين كده بالسباتولا. وطبعا بنعصر الخضره، بناخد التفل نسويه مع التومه، وبعد كده بنضيف العصاره بتاعته برضو ونسويها شويه عشان ما يبقاش لونها اخضر فاتح بالمنظر ده كده اهو. خدت التفل لوحده كده، ودي الميه بتاعته. الفراخ استوت خلاص، هبدأ دلوقتي اشيلها من الشوربه كده عشان اسلق القلقاس، تمام. شايفين الشوربه شكلها عامل ازاي؟ طبعا بقى هصفي الشوربه من الحبهان والبصل والكلام ده كله، وعشان اسلق فيها القلقاس هصفيها وارجع احط القلقاس فيها. صفيت الشوربه خالص كده، تمام. دلوقتي هبدأ احط القلقاس فيها اهو لو احنا شايفين كده. هنسيبه بقى يتسلق ونوضب الخضره بتاعته بالثوم على ما يخلص. حطيت الفراخ بتاعتي في صينيه، وجبت شويه زيت، حطيت عليهم شويه بابريكا وقلبتهم في بعض. وهبدا ادهن الفراخ بتاعتي، او عايزه تدهنيها صلصه بتبقى حلوه برضه اهي. طبعا اللون ده هيبقى حلو جدا لما يستوي. وطبعا بقى هضيف شويه كده من الزيت على وش الوراك بتاعتي عشان ما تنشفش، او هكتفي بالزيت اللي مع البابريكا شويه كده في قعر الصينيه من تحت، من ايد الفرن عليهم. وبعد ما على ما يتحمروا كده نوضب بقيه القلقاس زي ما احنا شايفين كده. شويه كده من الزيت اهو وخلاص. حطهم في الفرن على نار عاليه عشان ما ينشفوش على الشبكه في الدرج الوسطاني، يتحمروا على ما نخلص. معايا طاسه على النار، هحط فيها الماده الدهنيه اللي انا حباها. هحط زيت، هحط شويه زيت، وهحط سمنه كده زي ما احنا شايفين. الماده الدهنيه اللي عايزه تحطيها حطيها، واستنى اما تسخن.
الزيت سخن معايا خالص اهو، والسمنه كمان سخن. هنزل دلوقتي بمعلقه من الثوم. تمام زي ما احنا شايفين كده. طبعا الثوم ده مفرزينه مع بعض اهو. تقلبي الثومه كده طبعا بقى، ولا لونه اتغير ولا اي حاجه خالص، ابيض زي ما هو وجميل خالص اهو. هحمر الثومه كده في الماده الدهنيه اهو. طبعا لو وصلت للجزء ده ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله. وطبعا نصلي على رسول الله ونستغفر ربنا ونترحم على امواتنا المسلمين اجمعين يا جماعه، ربنا يرحمهم ويجعل مأثواهم الجنه ان شاء الله. هستنى كده لما التومه تتحمر، بس مش هحمرها قوي عشان ما تمررش معايا بالشكل ده كده. وطبعا القلقاس شغال اهو بيتسلق زي ما احنا شايفين كده في رقيق اهو. اللون ده كده حلو، لون ذهبي. هنزل بقى بمعلقه من الكزبره. طبعا لو عايزه تستغني عنها استغني، ما انت حاطه كزبره فريش، بس هي بتدي برضو ريحه حلوه. هحمرها كده معاها مع التومه بالمنظر ده كده اهو. ودلوقتي هنزل بالتفل بتاع الخضره. لسه ما حطيناش العصاره بتاعه الخضار او السلق والكزبره اللي احنا مستخدمينها. طبعا زي ما قلت لكم في اوقات كتير ما بيبقاش في سلق، الكزبره بتنفع، بيبقى جميل جدا. هفضل احمر فيها بقى لحد ما لونها يتغير معايا. طبعا تحمري الخضره قوي كده عشان القلقاس يبقى اخضر جدا. طبعا بنجيب بقى العصاره بتاعه الخضار اهي. طبعا في ناس بتحط العصاره دي على طول كده من غير ما تسويها شويه على النار. احنا بندعمها شويه كده وتاخد لون الخضره الغامق، وتاخد كمان طعم الثوم اهو. هتغلي معانا كام غلوه كده، وبعد كده ايه هنضيفها على القلقاس. كده خلاص الخضره اتدمجت مع بعضها زي ما احنا شايفين كده، والقلقاس كمان استوى اهو. هننزل بقى الخضره دي كده على القلقاس ونديله تقليبه، وبعد كده نشوف شكله مع بعض. دلوقتي هنطفي عليه بقى كده، وبقى زي الفل كده زي ما احنا شايفين. شايفين القلقاس عامل ازاي؟ جربوا الطريقه هتعجبكم، وهي سهله وبسيطه جدا على فكره. شايفين شكل القلقاس معايا عامل ازاي؟ وكمان عملت رز بشعريه ما صورتوش عشان عامله معاكم قبل كده كتير زي ما احنا شايفين كده. بألف هنا وشفا، ومع السلامه. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.